السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه ديال الرخامه. غادي نصاوبوها بكاوكاو الغليظ، وغادي نقول لكم حتى الطريقه باش تقطعوا الرخامه ديالكم باش ما تهرس لكم في البرد. غادي نحتاجو كاوكاو، المهم الكميه اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لي انا كانت عندي كوموند، يعني خصني نخرج الكيلويات اللي طالبين ليا، فدرت 2 كيلو ديال كاوكاو. عندي كاوكاو محمر، كنقيوه مزيان وكنمسحوه وكنحمروه وكنهرمشوه. المهم تقدروا تخليوه مهرمش شويه، تقدروا طحنوه زعما مزيان، ولكن من الافضل كتخليه شويه مهرمش باش ملي كتكوني كتاكلي كيجيو دوك الطريفات صغيورين ماشي كبارين بزاف، كيجيو زوينين في المذاق. صافي انا زدت عليه طريقه ديال الملح من بعد ما طحنته، وزدت ليه شويه ديال الفاني، وزدت ليه الكاكاو تقدروا ما ديروش. كتجي الرخامه من الوسط محمره، واللي بغاها تجي مغلوقه يدير الكاكاو. صافي خلط داكشي مزيان وسخنت شويه ديال العسل هو باش عجنت. الا كان العسل ديال الدار كتكون ثقيله شي شويه من الاحسن، حيت هذيك ديال الزنقه كتكون شويه جاريه ماشي بحال ديال الدار، هذه كتكون شويه ثقيله كتجمعها مزيان. المهم على اين كنسخنوها شي شويه حيت دابا البرد، وكنجمعوا بها. صافي ما حدنا حنا كنجمعوا، هي تزيد داك العسل كتبرد صافي، وكتجينا في التالي هي هذيك. المهم كنبقاو نخوي شويه بشويه حتى كنحصلوا على كاوكاو بحال عجينه، ولكن ما يكونش فازق بزاف بالعسل، ما يكونش كيتجمع. هو راه في التالي خصو ما يكونش كيتجمع كما كتشوفوا هكا. واخا يبان لكم كيتفرتت ماشي مشكل، حيت ملي غادي نطلقوه و وغادي نديروه بين بلاستيكه وبلاستيكه وغنطلقوه راه غيشد راسو. اما الا كثرنا العسل بزاف فاش غادي نبغيو نقطعوها تبقى كتعلك لينا وكتهرس. صافي من بعد ما جمعتها درتها فوق بابي كويسون ولا بلاستيكات، المهم اي حاجه غادي تصلح لكم ديروها، سواء البلاستيك سواء البابي كويسون. صافي ودرتها فوق واحد اللاطه وبقيت كنطلق. هنايا حيت اللاطه شويه كتبوط هذوك البلايص اللي كيجيوني رقاق، بقيت كنزيد فيهم الكاوكاو باش ما يجيوش رقاق بزاف، باش فاش ندير الشكلاط ما تجينيش جهه عاليه وجهه غارقه. صافي كنبقى نقادها على شكل مستطيل حتى كتولي مزيانه، وعاد كندير ليها الشكلاط. ودوك الجناب كنحاول نقادوهم مزيان باش فاش نبغيو نقطعوها ما تعطيناش بزاف ديال الكسور. نتوما دوك الجناب اللي كيكونوا خارجين تنبقى نطويهم شويه وكنقادهم بالرولو حتى كنحصل على مستطيل مقاد. صافي من بعد ما قديت المستطيل غادي ندير الشكلاط يذوب. الشكلاط كحل غنديروه لها لتحت، غنديرو يذوب، وغادي نكمل هنايا كاوكاو اللي بقالي، حيتاش ما يمكنش ليا ندير 2 كيلو كامله نطلقها طلقه واحده، حيت فاش غنبغي ندير الشكلاط مع الحال بارد غادي يجمد ليا الشكلاط، ما غاديش يعطيني الزواق. يعني الناس اللي ما غاديش تقدر تكون يديها خفيفه تحاول انها دير المستطيل غير صغيور، واخا يكون مثلا كيلو تقسموه على 2 وتزوقوه بوحدو، عاوتاني المستطيل الاخر تزوقوه بوحدو. حيت الا درتو مستطيل كبير وخويتو الشكلاط وعاد بقيتو كديروا في دوك الخطوط
وتعطلتو ما كتجيو فين تزوقوها حتى كيجمد لكم الشكلاط وغادي تضيع لكم. خصكم تحيدوا داك الشكلاط كامل، الشكلاط غير يضيع حيت غادي يكون لاصق فيه كاوكاو، وتعاودوا شكلاط اخر. صافي هنايا من بعد ما ذوبت الشكلاط كنديرو في الوجه هنا، وكنديه بالمعلقه. ندير طبقه غير رقيقه ما غليظاش بزاف حيت هذا غيجي في القاع ديال الرخامه. صافي كنقادها مزيان، كنوصلها حتى للجناب، وفي التالي كنبقى نزدح اللاطه شويه باش كيتقاد داك الشكلاط مزيان. نفس الحاجه كنديرها لهم بجوج، يعني الشكلاط درتو لهادي وغنديرو حتى لهادي، وعاوتاني فاش غادي نقلبهم بجوج باش نسالي في دقه، ماشي حتى نزوق الاولى ونساليها عاد ندوز للثانيه، لا. صافي غادي نخليه يشد راسو، كنخليه غير على برا. صراحه سواء كان الصيف سواء كان البرد خليه على برا، حيت الا درتيه في الثلاجه فاش كتبغي تقطعي كيتهرس كامل. هاد الطبقه التحتانيه ماشي مشكل، واخا تهرس لكم يعني ما غاديش تجي باينه. الاساس هو الطبقه الفوقانيه ما خصهاش تجي مهرسه بزاف، وراه ضروري كتهرس، واخا كتعيي ما تحاولي معاها كيتهرسوا لك هكا شي حبات، ولكن ماشي بحال الا تهرست لك كامله فراه تضيع. المهم هنايا خديت الشكلاط بيض ذوبته، زدت ليه ملون بيض باش كيجي ناصع، وغادي نطلقو حتى هو. الطبقه ديال الشكلاط بيض اللي كتكون في الوجه خاصها تجي شويه غليظه، ماشي بحال الطبقه ديال الشكلاط كحل، حيت شي الا مشينا حتى درناها رقيقه ودرنا عليها دوك الخطوط الفوقانيين راه غيجمد لكم دغيا بالخصوص في البرد دغيا غيجمد وغيضيع لكم. نتوما غتشوفوا الجناب هنايا كي غيجيو ماشي بحال الوسط اللي فيه الشكلاط كتير. صافي كناخذ الشكلاط كحل اللي بقى ليا كنزيد نسخنو. المهم هنا في هذه المرحله خاصهم يكونوا سخان، كنديرو شي بلاستيكه نقيه وكنتقبها، كنبقى ندير خطوط عشوائيه. وين كنسالي كناخذ شي كوردون ولا موس ولا اي حاجه، وكنبقى ندير خطوط واحد غادي واحد جاي هكايا. بالنسبه للشكلاط فاش ذوبته راني زدت ليه الزيت، وداك الزيت تيعاونوا على انه ما يجمدش دغيا، ماشي بحال الصيف. في الصيف تقدروا ما تزيدوش، ولكن في البرد ضروري تزيدوا شويه ديال الشكلاط، شويه ديال الزيت للشكلاط باش كيعاونوا انه ما يجمدش دغيا. الشكلاط اللي بقى ليا غنديرو للثانيه. غير واحد القضيه نقولها لكم انا طرات ليا هنا، الا كان باقي عندكم غير شويه الشكلاط يعني ما تغامروش وديروه زعما تقولوا راه غيقدنا. بحال دابا انا هنا داكشي اللي بقى ليا ما قدنيش، شو كي جاتني هاد الطبقه هادي كتبين ليا الكاوكاو من التحت ما خصوش يبان. انا الا مشيت حتى درت الشكلاط كحل على هادي راه غيجمد لي دغيا وغتضيع ليا كامله. انا منين شفتها هنايا ما زعما غادي تضيع لي، مشيت زدت ذوبت الشكلاط اخر ودرتو عليها. نتوما غتشوفوا اللون ديالو مختلف على اللون ديال التحتاني حيت نسيت ما زدتش ليه الملون بيض، ولكن ماشي مشكل ما بينش بزاف. صافي زدت طبقه شويه غليظه ديال الشكلاط وغادي نكمل عادي. غير هي الطبقه ما تكونش غليظه بزاف عاوتاني ما تكونش رقيقه، الا كانت غليظه بزاف راه فاش غنبغيو نقطعوه غادي تهرس لينا، واخا نعيو ما نحاولوا معاها غتهرس. صافي نفس الشيء كنديرو خطوط عشوائيه وكنزوقو بالكوردون، وغادي نخليهم حتى هما ينشفوا على خاطرهم بلا ثلاجه بلا والو. دابا راه الحال بارد دغيا تيجمدوا.
انا بعد ما جمدوا ليا غندوز باش نقطع. نحيد هذا الجنب هو الاول وغادي نطراسي. دابا فاش غنبغي نطراسي الشكلاط هو الاول، ما غاديش نجيو غنقطع، حيت الا جيتو قطعتي غتهرس. غادي تطراسي الشكلاط هو الاول وتعاودي تقطعي الشكلاط هو الاول من الفوق، عاد تقطعي نيشان. الا مشيتي حتى زربتي، انا هنا غادي نزرب غادي يتهرس ليا، نتوما غتشوفوا. هي واحد الشقه وهي الشقه الثانيه. دابا غادي نبقى نطراسي ونعاود شويه عاد نقطع. خلاص انا راه مزربه الفيديو يعني باش ما يجيش طويل، ولكن في الاصل راه غير بشويه كنطراسي وبشويه كنقطع. هي راه صراحه كتبغي الخاطر في التقطاع بالخصوص في البرد. ما في الصيف راه تيكون الشكلاط اصلا دايب، غير تدوزي الموس تيمشي. ماشي بحال دابا. صافي غادي نقطعها هكا. تقطع كل واحد يقطع على الشكل اللي بغا. كاين اللي كيبغي يقطعها مربعات، كاين اللي معينات. هي باش ما تضيعش ليك، دوك الجناب ما يكونوش بزاف، كتقطعيها مربعات. ولكن ديك التقطيعه ديال المعين كتجي احسن. المهم كل واحد يقطع التقطيعه اللي بغاتو اللي بغاتو اللي بغاها اللي عجباتو زعما. ما بين كل تقطيعه وتقطيعه راني كنمسح الموس، حيت فاش كنقطع راه الشكلاط تيلصق ليا في الموس، واخا راه الشكلاط جامد كيبقى يتنجر. فاش كنبدا ندوز الموس الشكلاط تيبقى يتنجر وتيلصق. الا عاودت درتو قطعت به كيوسخ ليا، يعني فين ما نقطع خاصني نمسح. صافي نحيد هاد الجنيبات وغادي نبدا نقطع معينات. هذيك الاولى راه تحيد ليا منها واحد جوج طراف مهرسين ما درتهمش، وانا غادي نحاول ما امكن انني ما نهرس شي وحده. انتما كتشوفوا الطريقه ديال التقطاع. راه كنبقى ندي ونجيب في الموس غير بشويه حتى كيتقطع ليا الشكلاط هو الاول، عاد كنهبط. خلاص انايا كنقطع جوج ثلاثه الحبات وكنمسح عاوتاني الموس، وكنبقى غادا مكمله هكا حتى غنقطعها كامله ان شاء الله. صافي هنايا الصف اللي قطعته غادي نحيدو، ما غاديش نبقى نهز ونحط في بلاصه اخرى حتى التالي ندير لهم الكيسات. لا، الصف اللي قطعته غادي ندير ليه الكيسات وغادي نحطو غادي نحطو في الكرتون باش ما تعمرش ليا الدنيا وترون. صافي انا غادي نبقى مكمله هكا حتى نساليها كامله. غنخليكم مع الفيديو حتى نكمل ان شاء الله ونرجع معكم.
كما كتشوفوا معايا هي انا قربت نسالي، عمرت الكرتونه الاولى. هذاك الوسط الاول راه هزه شويه هاد الكرتونه كامله، يعني راه هزه بزاف، واللي باقي غادي نديرو في البواطه مولاتو. وخلاص دوك الطريفات اللي كيشيطوا في الجنب هذوك راه خارجين من الحساب. كنتمنى منكم الى وصلتوا حتى لهنا ديروا لي واحد لايك، تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها باش تشجعوني ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف الا كملتوا الفيديو.